لما مزيانه، لما ممتازه جدا في ظروف طيبه، واعتقد انه توقيت مناسب جدا باش تحطوا في مواضيع تهم الشان الرياضي قطاعنا في دارنا في النقابه. مشكور النقيب، مشكورين كل الزملاء هنا في النقابه اللي جندوا من اجل انه نتلموا الليله، وتبارك الله قامات اليوم حاضرين. الحوار كان فريد، تحدثنا في واقع الاعلام الرياضي وفي قطاع الرياضه بصفه عامه. وللاسف الشديد في حديثنا وفي هذه المستمره بقينا روحنا نتحدثوا كان على كره القدم، وكأن الرياضه او القطاع يختزل في اختصاص وحيد اللي هو كره القدم، في غياب تام لبقيه الاختصاصات الاخرى، بقيه الرياضات الاخرى اللي غايبه تماما عن المنابر الاعلاميه الرياضيه. نتمنى نهار نتحدثوا في واقع كرة اليد، واقع السباحة في تونس، غياب الحفناوي المفاجئ بعد ما طلع على البوديوم بطريقة سريعة جدا هبط فيسع. علاش؟ شنو مشاكل الحفناوي؟ شنو مشاكل السباحة؟ شنو مشاكل كنس الطاولة؟ علاش رئيس الجامعة تنحى؟ شنو اللي خلينا غايبين ماناش ممثلين في الهياكل الدولية؟ يعني عديد المواضيع المهمة اللي تهم الشأن الرياضي اللي غايب فيها الإعلام تماما، دون ايضا نسيان النخبه، الرياضه المدرسيه، الرياضه النسائيه وغيرها من الاختصاصات او المواضيع اللي تهم الشان الرياضي. لقيتك اليوم تحكي باللي دو كاسكيت الوزير السابق وكاسكيت الصحفيه، يعني كارير نتاع 31 سنه في الاعلام الرياضي. المواضيع تقسمت على اثنين، منها المهني كصحفيه ومنها زاد في مركز وقتين في مركز القرار. يعني حكيت لنا على ملعب سوس، حكيت لنا على اكيد هنا مركز القرار. تجربتي في الوزاره ديما نقول راهو احلى تجربه واحسن تجربه واثرى تجربه هي تجربتي كاعلاميه، وديما نقعد هذيك الكاسكيت نتاعي نتاع واحد التجربه نتاع 31 سنه اللي نعتز بها. تجربه الوزاره مهمه جدا ومثريه بالنسبه لي انا في تجربتي، باعتبار وانه هك الكاسكيت هذيك والتجربه في الوزاره خلتني اطلع ممكن على اشياء اخرى كنت اجهلها رغم اني كنت بنت ميدان وبنت القطاع. التجهيزات الرياضيه اللي هي ملف كبير، الاعتمادات المرصوده للجامعات والجمعيات الرياضيه ملف كبير. كيف توزع هذه الاعتمادات؟ على اي اساس؟ شنو المقاييس المعتمده؟ التجهيزات الرياضيه، الملاعب والقاعات والمسابح والمضمار وغيره، كيفاش نخدموهم حسب الاولويات؟ يا نترى كيف يلزمنا نعملوا قاعه في المكان الفلاني، ولا لازم نعملوا مسبح في المدينه الفلانيه؟ اسكو ندرسوا قداش عندنا من عدد نتاع مجازين، قداش عندنا من شنو الاقبال على الاختصاص هذاك في الجهه هذيك، شنو الحاجيات الاساسيه للجهه هذه. بالطبيعه من بين الاشياء اللي تعاطيت معاها في الوزاره، ومن بين الاشياء اللي قعدت لتوا نتالم خاطر تمنيت نكمل على الاقل مشروع التجهيزات الرياضيه ونعملوا شويه حاجات، ولكن سنه التداول هذيك سنه الحياه. اللي يجي بعدك اكيد عنده فكر خاص به وعنده مشاريعه الخاصه وعنده برنامجه الخاص. وكاهو كما انا كنت قبل عندي برنامج بتاعي مشى ياخذ حد ياخذ، وكاهو سنه الحياه. السؤال الاخير، المشكل تاع في الاعلام الرياضي هل هو تحكم المستشار او المستشار غياب الامكانيات الماديه، المؤسسات الاعلاميه تحتضر بكل صراحه، عندها مشاكل كبيره على المستوى المادي، همش قاعدين يسدوا في اجور الاعلاميين التقنيين، الناس الكل اللي تخدم غادي حتى الاداريين بارفوا. دونك بالنسبه لي انا الضيقه الماليه يخلي حتى صاحب المؤسسه الاعلاميه يمشي للاعلامي اللي هو المنتج يقول له جيب مستشار ويجي اخدم. دونك هذا الكل اكيد تجيب مستشار مش حاكم فيك، ما نجمش تنقد وانت المستشار، ما نجمش تتحدث على موضوع معناها يختلف عن توجهات المستشار، سيباش ويخلص فيك. بقيت السؤال او نقص المهنيه لدى الصحفيين في الرياضه في الاعلام الرياضي، او المتطفلين من لي كرونيكور من اللاعبين القدامى على الاعلام الرياضي. بيان سور فما ديكلاش مفتعلين، وفما ناس ما حقش تكون في البلاتو، وفما ناس جات باش تهرج، وفما ناس جات باش تعمل باز. انا نذكر وقتها عندي برنامج في قناه 21 وقت كان معايا سي يوسف الزواوي الله يذكره بخير ونحييه بالمناسبه، نرجعوا على ناخذ المقابله الاهم في الجورني، نرجعوا لها من غدوه نحكيو فيها. المقابله هذه كان نفصلوها،
نحكيو شنو. ومن خلال اللقطه هذيك نتحدثوا على الجانب الفني بصفه عامه في كره القدم. الاتاكون وين يلزمو يقف، ديفونسور هذاك الوقفه نتاعو غالطه، الجارديان المفروض ما يخرجش في الوقت هذاك، تايمينغ غلط. معناها من خلال هكا اللقطات هذيك نعموا الفايده ونحكيو على خطا ونعطيو حاجه اللي تهم الناس الكل. لا اعتقد كنت صاحبه موقف وقرار، وتصرفت بكل معناها بكل المهنيه، ومانيش ندمه على حتى قرار خذيته. واعتقد انه الوقت اللي تعطالي، المده اللي قضيتها في وزاره الشباب والرياضه، الحق خدمت فيها برشا بارابور للمده. كان قعدت اكثر ممكن كنت نخدم اكثر، كنت نعمل اكثر، ولكن هذاك الشيء نجم نعمل في تلك الفتره الوجيزه. صحفيه بيان سور، نمشي نعاين نشوف المشكل ونقعد موجوعه كيفاش ما عنديش سلطه القرار. وكي كنت وزيره صاحبة قرار، ولكن احيانا تخوني الامكانيات. للاسف الشديد امكانيات الدوله غير كافيه باش تصدم على مشروع رياضي يهم جهه معينه، اللي الجهه هذيك في حاجه ليه. ما نعرفش الحقيقه، صعيب برشا.